السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده ازاي نحمل برنامج البايثون والبايتشارم. طبعا دي سلسله شرح للغه البايثون، سلسله متكامله ان شاء الله هنتعلم بيها من المبتدئين خالص لغايه المحترفين باذن الله تعالى. معاكم رشا ابراهيم. هنبدا مع بعض باذن الله نشرح الكورس كامل، بس بدايه الفيديو هنتكلم ازاي هنحمل برنامج البايثون والبايتشارم. اول حاجه خالص هنتكلم ان احنا عايزين نحمل برنامج. هندخل على الايكون بتاعت جوجل العادي خالص، وندخل هنا في جوجل ونكتب بايثون. شايفين بايثون اللي انا كتبتها ديت؟ بس انا مش عايزه منك اكتر من كده ان انت تكتب لي كلمه بايثون بس. بعد ما تكتب كلمه بايثون هندخل على اول ريزلت، هتجيلنا ريزلت يعني نتيجه، وندخل على اول نتيجه عندنا ونضغط ويلكم تو بايثون. بعد كده هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها داونلود. ركز معايا، عندي هنا حاجه اسمها داونلود. عندي الداونلود ان انا اقدر احمل البرنامج عندي على حسب نوع نظام التشغيل اللي عندي على الجهاز. يعني لو هو ويندوز هروح عند الويندوز وانزل الاصدار اخر اصدار، لو هو ماك هروح عند ماك واحمل اخر اصدار. انا اللاب بتاعي ويندوز، فانا هندخل على طول على الويندوز، وبعد كده هنضغط على حاجه اسمها البايثون 3.13.5. ده احدث اصداره نزلت للبايثون. طيب لو لو انا عندي الجهاز بتاعي في ويندوز 7، يعني بيدعم نظام تشغيل ويندوز 7، طبعا الامكانيات بتاعته بسيطه شويه، فبيقول لك في الحاله دي انت مش هتقدر تستخدم اي اصداره فوق ال 3.9. يعني اي حاجه اقل من 3.9 هتقدر تستخدمها عندك مع نظام التشغيل ويندوز 7. طب لو في حاله الويندوز 7 هعمل ايه؟ هاجي هنا كده واختار فيو the full list of downloads واختار 3.8. اي حاجه 3.8، بص انا فتحتها معاك عشان تبقى متابع معايا. اي حاجه شايف ديت 3.8 دي تختارها وتنزلها عندك. طيب في الحاله دي هل انا لو نزلتها عندي هتشتغل معايا على الجهاز؟ اه طبعا، دي كل الاصدارات القديمه اهو. انا بقول لك لما تيجي لو انت عندك نظام التشغيل بتاعك ويندوز 7 هتتعامل مع 3.8 3.7، اي حاجه شايف ده او ده، ده متاحين معاك على على الجهاز اللي بيدعم اوبريتنج سيستم ويندوز 7. طب في حاله ان الاوبريتنج سيستم بتاعي ويندوز 10 او 11 برو او اي حاجه، هعمل الاصداره بتاعتي اللي هي 3.13.5 اللي هي اخر اصداره للبايثون. طب لو انت بصيت معايا هنا كده البايثون بتاعي نزل اهي، وعلى فكره برنامج خفيف جدا، اول ما ضغطت عليه نزل معايا، هتلاقيه في الداونلود عندك. خلصت كده البايثون، هدخل بقى انزل ازاي البايت شارم. البايت شارم بتاعي يا شباب سهل جدا، مفيش اي مشكله فيه. كل اللي انا عملته في البايثون ان انا زي ما دخلت على جوجل وكتبت البايثون، هدخل برضو على جوجل واكتب الباي شارم. اوكي، هكتب بايت شارم كوميونتي مش بروفيشنال. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين جوهري وليس يعني ادوات زياده. يعني ايه؟ يعني البروفيشنال بفلوس، البايت شارم مجاني. هل مثلا عشان هو بفلوس هيبقى فيه امكانيات اعلى؟ لا خالص. يعني انت كده بتقولي ان الاتنين نفس التولز ونفس الامكانيات بالظبط، اختلافات طفيفة خالص وانت مش هتلاحظها اصلا كمبرمج وانت بتتعلم اللغة كأول مرة. طيب انا دلوقتي عايزه احمل بايت شارم، كتبت في جوجل، ركز معايا، كتبت في جوجل بايت شارم كوميونتي داونلود، وبعد كده هدخل على داونلود بايت شارم اهو الموقع بتاع البايت شارم الرئيسي اصلا، دخلت عليه وبعد كده هاجي هنا. لو انت بصيت هنا بيقول لك بايت شارم فور ويندوز، يعني لو انت عندك الجهاز بتاعك ويندوز يا باشا هتضغط هنا. طب لو ماك اهو، طب لو لينكس اهو، يعني ده على حسب نظام التشغيل الموجود عندك. زي ما قلت لكم قبل كده انا نظام التشغيل بتاعي الويندوز، فانا هدخل ده بقى ايه بقى بايت شارم دي ايه؟ ده بقى البروفيشنال. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزه البروفيشنال، انا عايزه الكوميونتي بتاعي. اهو شايفين انا نزلت تحت ازاي؟ انا هنزل تحت. هنا برضو نفس النظام، فبيقول لك البايت شارم لو انت عندك ويندوز، عندك نسخه ويندوز غير النسخه، لا انا عادي ويندوز عادي، انا هتعامل بالويندوز العادي حتى لو انا عندي نسخه مثلا 11 برو، ويندوز ضم معاك. اول ما تضغط على داونلود هتلاقيه بيجي معاك هنا. بص هيحمل، خليك معايا ملاحظ
اهو بعمليه التحميل بتحصل. طيب انا اوريدي منزلاه عندي عشان نبقى واضحين عشان نختصر الوقت. انا منزله البايت شارم والبايت. تمام، احنا بعد ما خلصنا بقى عمليه التحميل بتاعتي ونزلته من على جوجل كل من البايثون والبايت شارم، المفروض اوصل الملفات دي عندي ازاي على الكمبيوتر. شاشه الكمبيوتر قدامك اهي، هتبقى نفس الشاشه اللي عندك على الجهاز. هتدخل على زيز بي سي، ومن زيز بي سي هتدخل على الداونلود. في الداونلود بقى هتلاقي ايه؟ هتلاقي البرامج كلها اللي انت نزلتها عندك. طيب زي ايه؟ انا طبعا منزله قبل كده البايت شارم والبايثون، فانا هتلاقي البايت شارم بتاعي اهو نزل، والبايثون اهو نزل. طبعا البرامج دي كلها مجانيه، يعني انا ما دفعتش فيها اي حاجه. طب تمام. البايثون هعمل ايه؟ هضغط دبل كليك عليها كده عشان انزل البايثون. طب وايه الفرق؟ ايه المشكله لو نزلت البايت شارم الاول؟ لو انت نزلت البايت شارم هتقع في مشكله كبيره اسمها الادابتر. ايه هي الادابتر؟ ان انت تعمل زي توافق بين البايت شارم والبايثون. فعلشان تعمل حركه زي ديت هتاخد وقت كبير وهتعرفه وهتحدد مكانه عندك على الجهاز فين. حوارات. طب عشان نتناشى الوضع دوت وابقى ماشي الدنيا سهله معايا اعمل ايه؟ هدخل اول حاجه على ستول، اسمه انستول ناو، ونضغط بعد كده على كلمه انستول. هتلاقي عمليه التحميل بتحصل معاك دايركت، ما بتعملش اي حاجه. طيب اول ما تخلص العمليه بتاعتك هيقول لك was successful، يعني عمليه التحميل حصلت بنجاح. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه اللي هيحصل؟ احنا قلنا ان اهم حاجه ان انا انزل البايثون الاول، وطبعا انا منزله اخر اصدار للبايثون اللي هي 3.13.5. تمام. طيب انا خلصت اهوت، البايثون قرب ينزل، وطبعا البايثون برنامج خفيف جدا جدا، فمش هتلاقي عنده بياخد وقت كبير على ما بينزل عندك. تمام. طيب اهو مفيش حاجه حصلت. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ خلصنا، لازم يظهر لي الرساله هنا اللي هي was successful، اللي هتظهر قدامك حالا لما يحصل عمليه التحميل عندك. استنى معايا. شايف سيت اب was successful، يعني هي عمليه التحميل تمت بنجاح. اول ما تعمل كلوز هتنزل بقى كده وتروح تحمل البايت شارك من نفس المكان الداونلود. انا ما خرجتش من الداونلود، ضغطتين كليك عليك على داونلود هتلاقي الرساله ديت ان هو بقى ايه؟ بيجهز ان هو يحمل البايت شارم عندك. هيديك رساله، بص معايا هيظهر لك دلوقتي رساله اسمها بيرميشن. ايه البرميشن؟ انت الجهاز بتاعك بيسمح ان البايت شارم ينزل عنده، فهتقول له يس. ملحوظه يا شباب، والملحوظه دي مهمه جدا 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 لو انت هتتعلم معايا البايثون في الفيديوهات اللي جايه. لو انت عندك انتي فيروس على الجهاز بتاعك لازم ولابد ان انت تعمل ازاله للانتي فيروس او توقيف للانتي فيروس، لان وجود الانتي فيروس معاك في نفس الوقت انت بتشتغل على البايثون وبتكتب الاكواد بتاعه البايثون على البايت شارم، هو بيتعامل ان البايثون ده والبايت شارم هاكينج، فهيديله كل شويه اليرت كده زي رساله تحذيريه ان في حاجه بتحصل عندك على الجهاز. فيفضل ان انت تمسح الانتي فيروس او توقف عمله او توقف تشغيله. طيب هاجي بعد كده الشاشه دي جات لي هعمل ايه؟ هدخل على النكست، وبعد كده نكست، ما بعملش اي حاجه. اهم حاجه هنا في الصفحه او المرحله دي بيقول لك كرييت ديسكتوب شورت كات، هتقول له اتعلم جنبها صح. الباقي ما فيش اي حاجه مش لازم نعملها خالص. وبعد كده نكست، وبعد كده نستول، هتلاقي عمليه التحميل بتاعتك بتنزل. بس هياخد وقت معاك شويه، فننتظر مع بعض شويه لان هو بينزل اللايبرز كلها بتاعت البايت شارم بيعمل عمليه الادابتر دلوقتي مع البايثون، كل حاجه كل حاجه بيشتغل معاك بسهوله جدا. كل اللي انت هتعمله تسيبه يحمل، وبعد كده هنقول هيحصل ايه. لو بصيت على عمليه التحميل هتلاقي عمليه التحميل بتجري بقى خلاص كده في الاواخر اهو، بيفنش معايا عمليه التنزيل اللي عندي البايت شارم على الجهاز. هو على فكره بياخد وقت شويه عن البايثون. تمام. انا حاولت بس اسرع الفيديو لان هو انا ما عملش اي خطوه، هو بس عمليه التحميل الشريط بياخد وقت شويه على ما بينزل عندي. خلاص هي كلها بالظبط اقل من دقيقه.
بص اهوت بيحمل، لو انت ركزت خلاص بيفنش اهوت معايا. مهم. تمام. هيجيلك بقى الرسالة دي لما تيجي تعمل رن وتعمل فينش، هتلاقي برنامج البايت شارم شغال معاك، هيظهر معاك هنا اهوت في عملية في الصفحة بتاعتك على سطح المكتب. تمام يا شباب، اهو شايفين البايت شارم فتح معانا اهو. ثواني وهتلاقي معاك البايت شارم فتح. بص هنا الرسالة دي مش هتظهر لك لو انت مش عندك الفيجوال ستوديو كود، فانا هعمل اسكيب وهنتعامل عادي مع الباي شارت. ايه هي دي الرساله اللي هتظهر معاك اول ما تفتح البرنامج بتاع الباي شارت؟ هتضغط على نيو بروجكت، ومن نيو بروجكت هتسمي المشروع بتاعك بقى اي اسم انت عايزه. يعني مثلا هتيجي هنا شايف الكلمه اللي في الاخر دي بدل بايثون بروجكت واحد، ممكن انا اسمي رشا اهوت فانا هكتب رشا. يعني هعمل الملفات اللي هتبقى فيها مشروع المشاريع بتاعتي اسمها رشا. اول ما اعمل كرييت، او بمعنى اصح اكريت، فهتلاقي الانفايرومنت بيعمل بقى اللي هي ايه، اللي بينزل البيئه بتاعته، بيعمل كل حاجه. بص هتلاقي بقى هنا، هي شايف هنا دي رشا، الملف بتاعي اللي اسمه رشا. لو انت بصيت هنا هعمل ايه بعد كده؟ ثواني بس، بيديني البرميشن، هديله البرميشن ان هو يعني ايه برميشن؟ يعني بديله الاذن ان هو يشتغل معايا. طبعا زي ما قلت لكم هو بيقرا البايت شارم عندي هنا كهاكينج، فانا لازم اقول للويندوز ديفندر اللي هو جدار الحمايه اللي عندي ان لا، البرنامج ده اخليه يعمل اكسس عادي. لو بصيت تحت الاندكسنج بتاعي، يعني عمليه التوافق بتنزل هنا بتتحمل. فهي الاول مره، بس اول مره تفتح فيها البايت شارم عندك بياخد شويه وقت، عمليه اللودنج. بالظبط. شايف الشاشه اللي قدامك دي؟ انت هتعمل ايه بعد كده؟ هتيجي عند رشا دي، شايف رشا اللي انا واقفه عليها؟ كليك يمين كده وتختار نيو. من نيو هنختار بايثون فايل. انا عايزه منكم يا شباب ان شاء الله باذن الله من المحاضره الجايه باذن الله هنشرح السترنج، فانا عايزه اسمي كل فايل عندي في البايثون باسم المحاضره بتاعتي. يعني انا المحاضره الجايه هشرح السترنج، فانا هسميه string. ليه هسميه string؟ علشان هشرح كل حاجه عن السترنج. تمام. عمليه التحميل على ما اظن بقت سهله، والشرح بتاعي سهل، وازاي اعمل فايل في البايثون واوفقه معايا على البايت شارم. الدنيا ان شاء الله باذن الله سهله. ولو في مشكله عيد الفيديو تاني عشان تقدر تتفرج عليه وتوصل المعلومه اسرع. بالتوفيق. اهو فتح معايا كده. يلا نتقابل المحاضره الجايه ان شاء الله واحنا بنكتب الاكواد. طبعا انا بتكلم معاكم دلوقتي، احنا خلاص خلصنا اول محاضره، بس في حاله ان انت ما عرفتش تنزل البرامج دي من على النت، فانت ممكن هبعت لك، احط لك في البايو تحت شويه لينكات. اول حاجه لينك التحميل بتاع الباي تشارم، ولينك التحميل بتاع البايثون، وبرده هحط لك لينك التحميل بتاع الفيجوال ستوديو كود، وهجي لك فيديو لوحدك خاص ازاي تعمل تضيف الاكستنشن بتاع البايثون على الفيجوال ستوديو كود. بالتوفيق يا شباب، ويا رب تكونوا استفدتوا الاستفادة اللي أنا حابة إن انتوا تتعلموها. إن شاء الله من المحاضرة الجاية هنشرح الاسترنج بالتفصيل.